ألف مبروك لكل زملكاوي. فوز الزمالك النهارده على أبو سليم الليبي في الكونفدرالية بهدفين مقابل هدف، وبالفوز ده الزمالك رفع رصيده ل 13 نقطة، متصدر مجموعته. ده اللي احنا كنا بنطالب بيه، ان الزمالك لازم يكون متصدر مجموعته في افريقيا. لو كسب الماتش الجاي اللي هيتلعب في القاهرة او اللي هو اخر ماتش في دور المجموعات هيبقى 16 نقطة، وهيبقى رقم محترم جدا ويؤكد قوة نادي الزمالك في افريقيا. اتمنى الزمالك يفضل ماشي على كده. الزمالك ظهر النهارده بشكل حلو جدا، جوزيه جوميز بدأ لمساته وحركاته تبان، لكن نحب نأكد النهارده ان تشكيلة الزمالك كانت كلها التشكيلة القديمة بدون صفقات جديدة خالص. فجيت رؤى في نص الملعب، عمر جابر باك شمال، نيمار باك يمين، زيزو، منسي، ناصر منسي. قلت بس ده هيبقى يوم ما بين ربنا، الزمالك هيتغلب. لقيت لا، في لعب، في حركه وفي نشاط، والزمالك متسيد الملعب. والجبهه بتاعت عمر جابر مع مصطفى شلبي جبهه ناريه، مع ان عمر جابر بيلعب مش في مركزه. رغم كده النهارده عمر جابر اجاد. من هنا نشكر عمر جابر على مستواه المحترم اللي ظهر بيه النهارده في ماتش ابو سليم الليبي. يا ريت يستمر عمر جابر على كده، تلعب في مركز غير مركزك وتجيد كده، لا متشكرين ليك يا باشا، انت 100 100. استمر على كده. اهم حاجه ان الزمالك كان متسيد الماتش، وكان يمين وشمال، وابو سليم الليبي كان خلاص حس انهار. الزمالك بيلعب ولا كانه برشلونه في زمانه، ودي حاجه محترمه وبالنادي بيها، والزمالك يستمر على كده. النهارده اللي احرز هدفي الزمالك ناصر منسي، اللي احنا ناسينه. عمال الجزيري والجزيري ما فيش امل فيه، مش بيديك حاجه، بالعكس كل ماتش اسوء من الماتش اللي قبله. ده حتى نزل في الشوط الثاني انفراد تام ضيعه. عشان كده احنا بنطالب ناصر منسي ظهر بمستوى كويس، سيبه، اعتمد عليه، ويا ريت الجزيري تخلصونا منه، لان انا شايف ان ما فيش امل فيه. ده مستحيل يكون مهاجم الزمالك الاساسي. ناصر منسي اديله فرصه، الراجل بيهدف وجايب هدفين النهارده، اديله فرصه. من اكتر الحاجات اللي في الماتش اللي لقيتني اصابه زيزو، كانت اصابه شكلها صعب قوي، لكن الدكتور محمد اسامه طبيب الفريق قال ايه؟ قال ان زيزو اصابه يعني شديده شويه في الكحل، بس هتعدي وهيلحق ماتش الاهلي ان شاء الله. زيزو مهم جدا، غالبا مش هيلعب ماتش الداخليه، لكن ان شاء الله هيلحق ماتش الاهلي. لكن النهارده لازم نقول ان التحكيم الافريقي كان سيء جدا 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 جدا. لازم اداره نادي الزمالك تشتكي التحكيم اللي حصل النهارده. ضربه جزاء صحيح على الزمالك ما اتحسبتش، زيزو اتصاب اصابه جامده جدا، الحكم ولا كانه شايف. الجول اللي دخل في الزمالك ما دخلش، الحكم حسبها. مش كده، لازم اداره الزمالك توضح وتبين ان احنا مش هنسكت على الاتحاد الافريقي وعلى التحكيم السيء اللي احنا بنشوفه في افريقيا. النهارده فوز مهم جدا جدا لجوميز، هو اول فوز لجوميز بعد استلامه لاداره النادي للزمالك. لكن مش بس ان هو فاز، لا ده هو فاز كمان خارج الارض. فاز على ابو سليم، هو الملعب في الجزائر، لكن ده ماتش ابو سليم، ففاز عليه في أبو في ارضه. دي حاجه محترمه، ونتمنى الزمالك يفضل على المستوى ده قوي في اي مكان يلعب فيه. نتمنى الزمالك يستمر على المستوى ده، ومهم جدا ان احنا نفوز بالكونفدراليه السنه دي كعربون محبه للجماهير على الفتره الاخيره اللي شافتها الجماهير الزملكاويه من مستوى سيء ومن صفقات تعبانه. لا، احنا عايزين نقول بطوله الكونفدراليه ديت لعيبه الزمالك والاداره الجديده بتقدمها هديه للجماهير الزمالك.